ايه اللي يفرق لو انت وانت بتلعب كده مسكت من فوق او مسكت من النص او مسكت من تحت؟ لما انت هتيجي تلعب والقبضه دي لتحت او الدكه تنزلها تحت سنه بتلعب كده، هتلاقي بص كده في نهايه المدى الحركي القبضه قدام الكوع، فانت بالنسبه لك مفيش تاني بيحصل. لكن لو انا مسكت فوق او نزلت الدكه القوي تحت، بص ايه اللي بيحصل وانا بعمل كده؟ القلب او الكوع حصل له ايه؟ اتنى، فحصل فليكشن، فاصبح بالنسبه لي البراكياليس والبراكيو رادياليس ايه؟ شغالين. فانت لما تيجي تبص وانت بتلعب بنهايه المدى الحركه الكوع اتنى ولا الكوع ما اتناش، فعشان كده انت ممكن اصلا تظبط السيت اب بتاعك عشان وانت في نهايه المدى الحركي العظمه اللي هنا دي تبقى كده ما تبقاش كده. لما تعمل كده هتلاقي العضلات دي ايه؟ بتشتغل معاك. فممكن وانت بتتمرن العضلات دي تفلير قبل الظهر، يعني تحس بتعب في عضلات الساعد والدراع قبل ما تحس بتعب في اللاتس، فتوقف التمرين بسبب العضلات المساعده مش بسبب العضلات الاساسيه، فتلاقي نفسك بتقلل الاوزان والاحمال اللي انت بتشيلها. فيبقى مهم جدا وانت بتتمرن تاخد بالك من المفاصل التانيه اللي شغاله.